ركز معايا كده، العقل بيقول لنفسه انا مش قادر اعيش الالم ده دلوقتي، ابعت شخصية تانية تعيش الالم ده مكاني. فهنا يبدأ يتكون لنا أول هوية بديلة، أول شخصية جديدة. يعني مثلا لو الطفلة سارة دي كانت بتتعرض للأذى دائما، المخ هنا يخلق جواها شخصية تانية اسمها ليلى، قوية وصلبة وما بتنكسرش بسهولة. في كل مرة تتعرض سارة للألم، ليلى هي اللي تشتغل في المخ علشان تدخل المخ في حالة انفصال وتحميه من الألم اللي هو شايفه حاليا. مع الوقت يا صديقي وتكرار المواقف المؤذية دي، بتبتدي شخصية ليلى تظهر كشخصية كاملة مستقلة، لها صوت وطريقة كلام مختلفين تماما. حتى العقل نفسه مختلف في التفكير عن عقل الشخصية الأولى. كأن يا صديقي العقل بيقول هقسم نفسي نصين علشان أقدر أكمل. بالعربي كده كأن في سويتش جوه المخ، كل ما واحد فيهم يشتغل شخصية جديدة تماما تظهر على الجسم. الدهشة هنا يا صديقي لما صوروا دماغ الناس المريضة دي بالرنين المغناطيسي، اكتشفوا إن كل شخصية لها مناطق معينة بتشتغل في المخ. يعني ببساطة شخصية سارة الهادية اللطيفة بتاع الصبح بتشتغل في الجزء الأمامي من المخ، وشخصية ليلى الانفعالية بتشتغل في اللوزة الدماغية وأماكن العاطفة والغضب في المخ. كأنه جواك فعلا أكتر من مخ بيشتغل. بما إنك مستغرب يا صديقي، خليني أقول لك إن في حالات شخصية بتشوف كويس جدا، وشخصية تانية تلاقي عندها ضعف في النظر، والأطباء أكدوا ده بالفحص. خليني بقى